عام تعدى شهدنا فيه برشا تغييرات في الساحة الفنية الإعلامية والرياضية التونسية. خلينا نلخص لكم أهم الأحداث. مرحبا بكم في باباراتزي ستار. عام السنة ما كانش عام القنوات الإذاعية والتلفزية اللي عرفت برشا مشاكل مادية. إذاعة مسكتة مغلقة وعودة رجعت حلت بعد ما سوت وضعيتها القانونية والمادية. أما قناة التاسعة فخسرت معظم إعلاميها كما برهان بسيس ولطفي العبدلي وسمير الوافي اللي انتقلوا لقناة كارتاج بلوس. قناة نسمة وحنا بعل تم إغلاقهم وما رجعوا للبث كان خلال شهر رمضان. وقناة الحوار التونسي كانت الوحيدة اللي نجمت تحافظ على مكانها وإعلاميها وبرامجها. وجينا رمضان وكالعادة الإنتاج بصفة عامة كان قليل أما يشكر. فما مسلسلات قدمت محتوى ممتاز وباش يقعد في البال، وهوني نحكيو على مسلسل الحرقة الجزء الثاني. وفما مسلسلات عملت البوز بسبب القضايا اللي طرحتها كيما مسلسل براءة. وفما سلسلات ضحكتنا أما خسارة كان لازمها أكثر خدمة كيما البلاص. وفما اللي محتواها كان باهي ولم العائلة كبار وصغار على فرد طاولة كيما سلسلة كان يا ما كانش. والحمد لله الوطنية ما قصتش تشوف لي حل، حتى في رمضان ما كانش برشا عباد ما نعرفش كيفاش باش يشقوا الفطر. وتعدى رمضان وبرشا عداو الوقت على انستغرام يتفرجوا في مشاكل الانستغراموزات اللي مع كل مشكله يزيدوا في المشاهدات وفي النومبر دي زابوني. والبدايه كانت مع مريم وسوسن وفات مع ملاك وشيماء وربي يقدر الخير. خلينا من الانستغرام ويجيو نعملوا طلع على جو المهرجانات في الصيف اللي ما كانش كله طياره. فبعد المشكله اللي صارت له على المسرح لطفي العبدلي الغى كل عروضه وغادر البلاد، والوجهه كانت فرنسا وين شفناه يقدم في عروض باللغه الفرنسيه. اما شيرين فعلى مسرح كارتاج اعترفت بمرضها النفسي اللي كان بسبب انفصالها عن حسام حبيب وسبب في ادمانها، ومن وقتها عشنا اشهر على مسلسل شيرين وحسام حبيب وحتى لين رجعوا لبعضهم. ختامها كان مسك مع المونديال الحدث اللي خلى العالم الكل ينبهر بقطر. بصراحه تنظيم طياره عرفنا بدوله ما كناش نعرفوها. اما زادت غششنا برشا من المنتخب التونسي اللي خسر مع استراليا وربح فرنسا وخرج. وفرحنا للمغرب اللي كانت في المربع الذهبي للمونديال. اما في الخارج فتوانسه ديما مشرفين. هند صبري رجعت بالبحث عن علاء اللي يعتبر واحد من أحسن المسلسلات اللي لازم تتفرج فيهم على منصة نتفليكس عام 2022. ودرة زروق خرجت عن أدوارها المألوفة وقدمت أداء ولا أروع في مسلسل المتهمة. عائشة بن أحمد كانت في بطولة مسلسل النزوة إلى جانب الممثل خالد النبوي. وظافر العابدين بعد نجاح عروس بيروت نلقاوه في فيلم غدوة، مخرج ومؤلف وممثل، وفاز معه بعدة جوائز في برشا مهرجانات في العالم. وفي الرياضة لعبة التنس أنس جابر تحتل المرتبة الثانية عالميا وتتلقب بوزيرة السعادة التونسية. أما في برنامج توب شيف العالم العربي الموسم السادس فاللقب كان تونسي ومن نصيب الشيف أيمن صمود. خبر ياسر مزيان ختمنا به العام. وانتم شنو أحسن خبر سمعتوه عام 2022؟ باش تعرفوا كل جديد وأكثر أخبار خليكم تابعينا على باباراتزي ستار.